أنا أم عماد أبو زهرة. هي عبد العفو أحمد أبو زهرة. أنا بنت التاجر المعروف عبد العفو العجاوي. أنا أصلي من عجة. بس ما تقولوا يا رايحة العجة. ما تقولوا المثل هذا. من سكان جنين فلسطينية، أمي فلسطينية وأبوي فلسطيني، وأنا من سكان جنين. ولدت في حيفا وترعرعت في جنين، بس ما بعرف حيفا لأني أنا بنت النكبة سنة 1947، فأنا ما بعرفها حيفا لأنه خزانة. اسمعي إن شاء الله إنه نرجع لها. أنا عندي جمعية نسائية ثقافية للتراث الشعبي الفلسطيني. الفكرة كانت أنا بحب الأشغال اليدوية. أنا كل واحد بحب مني أو بحب عنده إشي لازم ينميه. وأنا طالبة، طبعاً أنا كنت مدرسة لكن اتقاعدت لأنه زوجي بده يجيني أدرس عشان أنقذ لأولادي ولا تربية أولادي. فكل اللي درستهن سنتين بس، وأجبرني اتقاعدي استقيلي وقعدي في بيتك، لأنه على زماننا ما كان في حضانات ولا كان في شيء، واحد ما يعني اللي بربي مين الأم. فأنا تفرغت لتربية أولادي. فابني الله يرحمه الشهيد الصحفي عماد أبو زهرة كتب جريدته جريدة الجنين، كتب عن واحد عمال وكتب عمار أجل كتبات في يعقد يومين مشان يكتب عنه كتاب. أي سنة؟ 2002. عمار لا فكان هو يحب التراث. لا مش شوفي أنا بطرس وبشتغل بالليل. طبعاً عندي أنا 6 أولاد كانوا بالليل، لما استشهد صاروا 5 أولاد بنتين. فأجت فكرته إني أعمل الجمعية. الفكرة إنه كان في عنده مقولات. أول شيء إنه المرأة كان هو من نصير المرأة، يقول المرأة التي غدتنا من صدر وربتنا في أحشائها حرام، لا مش لازم نديش، لازم تعطي، هي لازم نعطاها الحق. فكون الجمعية، أسس الجمعية. هي عبارة عن بيت قديم من بيوت دار عبد الهادي في عبدين، لكن للأسف إنها نشأت الجمعية رعرعت كان صار يشتري يستشفى، ما شافها تشتري، وأنا كملت من ورا. هاي أنا حكيت لكم نبدي إنه الإنسان لازم أي فكرة بشوفها ناجحة في الحياة ومفيدة يحاول. فكان دائما شوف المقولة إن الإنسان قد يدمر ولكنه لا ينهزم. يعني أي صعوبة أنت بتشوفيها ضلك ماشي فيها، لما تشوف ولو الصعاب كلها قدامك اعملي. فانشأنا هاي الجمعية واهتمينا فيها. هي جمعية نسائية، ما عندنا أي رجل، كنا نساء بنحاول نخدم مجتمعنا في نشاطات اجتماعية، في نحيي التراث. مش بس التراث نحييه باللبس لا، ولا بالأعراس لا، برضو أكلات، ألعاب، كل شيء كانوا أجدادنا يعملوا قديم إحنا بنحاول نحييه. ليش؟ حتى ما يندثر، لأنه أنتوا إذا ما عرفتوش أي أكلة قديمة راح تندثر.
إذا ما عرفتوش أي لعبة قديمة راح تروح ما تعرفوها. فإحنا بنحاول